السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وبودكاست جديد من زاوية نفسية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوع بيهم كتير جدا من الآباء والأمهات: إزاي أتعامل مع ابني المراهق. في الحقيقة إن فترة المراهقة دي فترة صعبة على الأب والأم، لأن الولد أو البنت بيمروا بتغيرات جسدية ونفسية واجتماعية كتير، وبيحتاج من أهله الدعم والفهم والصبر. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الطريقة الصحيحة اللي ممكن أتعامل بيها مع المراهق. أول حاجة مهمة جدا في التعامل مع المراهق احترام استقلاليته، لأن المراهق في الفترة دي محتاج لأنه يشعر بأنه مستقل وأنه يقدر ياخد قراراته بنفسه، لأن هو بيمر بتغيرات جسدية ونفسية واجتماعية كتير جدا. بيحب أنه هو في الوقت ده يشعر بأنه هو له رأيه الخاص. استقلاليته بتظهر في مجموعة من العلامات والمظاهر، زي اتخاذ القرارات في ايه؟ في لبسه، في اختيار أصدقائه، في طريقة حياته. بيحتاج ان هو يحس انه بيقدر يتحكم في حياته بنفسه، زي ترتيب حجرته، تنظيم وقته، إدارة شؤونه المالية، الإحساس بأنه مستقل عاطفيا. يعني بيحتاج يشعر ان هو عنده القدرة على التعبير عن مشاعره واحتياجاته بشكل مستقل. إحساسه بالاستقلال بيساعده على النمو والتطور بشكل صحي. كمان بيساعد المراهق على إنه يطور من مهاراته وقدراته ويبني شخصيته. طبعا استقلالية المراهق مش معناها إن احنا نسيبه براحته يعمل اللي هو عايزه، لكن معناها إني أخليه يقدر ياخد قراراته بنفسه تحت إشرافنا وتوجيهنا. تاني حاجة من الحاجات المهمة جدا في التعامل مع المراهق: كن قريبا منه. يعني الأب والأم ضروري يكونوا قريبين من الابن المراهق في المرحلة دي، لأن هي فترة صعبة زي ما قلنا على الأب والأم نظرا للتغيرات اللي بتحدث للمراهق، فبيحتاج من أهله إن هم يشعروا بالدعم والفهم. أهم حاجة في القرب ده إن يكون في تواصل بشكل مستمر عشان نقدر نفهم مشاعرهم واحتياجاتهم، وان احنا نساعدهم على التعامل مع التحديات اللي بيواجهوها في حياتهم. في مجموعة من الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في جزئية الإحساس بالقرب، ان احنا نخصص للمراهق كل يوم وقت، حتى ولو وقت قصير جدا في وسط يومنا، ان احنا نتكلم معاه عن الحاجات اللي هي بتهمه وعن مشاكله، ونشاركه اهتماماته زي الرياضة اللي بيحبها، الفن اللي بيحبه، الموسيقى، عشان نقدر نبني معاه علاقة قوية. كمان نخليه يعرف ان احنا موجودين جنبه عشان ندعمه ونساعده في حل مشاكله. وقت ما يكون عاوز يتكلم لازم يلاقينا جنبه. محتاج مننا نكون عندنا صبر وتفهم، لان المراهق في التوقيت ده بيكون عصبي او انطوائي. فحاول كأب وحاولي كأم تكونوا صبورين ومتفهمين للمرحلة وطبيعتها. نستخدم اللغة المناسبة للتعامل مع المراهق عشان ما يحسش ان احنا بعيد عنه، وبلاش نكلمه بلغة صعبة ومبهمة بالنسبة له. نسأله أسئلة مفتوحة، يعني مثلا أسأله: انت عامل ايه النهاردة؟ ازاي مزاجك؟ اخبارك ايه؟ عشان نديله فرصة ان هو يفكر ويعبر عن الحاجات اللي هو بيحسها ويعبر عن رأيه بحرية. تالت حاجة من الحاجات المهمة جدا في التعامل مع المراهق ان احنا نكون قدوة في تصرفاتنا للمراهق، لان المراهق بيتعلم مننا كل حاجة. فمن الضروري جدا ان انا اكون في تصرفاتي حريص. يعني ما ينفعش اقول للمراهق اعمل حاجة وانا بعمل حاجة تانية. يعني ما ينفعش اقول له ما تكذبش وانا بكذب قدامه. ما ينفعش اقول له صلي وانا مش بصلي. ما ينفعش اقول له بلاش تستخدم السوشيال ميديا كتير وانا قاعد طول النهار على السوشيال ميديا. انا اقول له بص لي وانت بتتكلم وانا قاعد اكلمه وانا ببص في الموبايل. لا، من المهم جدا ان انا اكون قدوة في تصرفاتي لابني المراهق. يعني زي ما انا هطلب منه يتعامل، انا كمان اتعامل معاه كده عشان يكون في مصداقية ويكون انا قدوة جيدة بالنسبة لابني المراهق. رابع حاجة من الحاجات المهمة جدا الصراحة والوضوح مع المراهق، لأن المراهق بيحتاج ان هو يفهم وجهة نظر الأب والأم في حاجات كتير في أمور الحياة. فمسألة ان انا ما ردش على أسئلته، او ان انا أأجلها، او ان انا أرد ردود قصيرة ومش مفهومة بالنسبة للمراهق،
دي بتكون مصدر قلق وحيرة للمراهق. فمن الضروري ان انا اتكلم معاه بصراحة وبوضوح في اي مسألة بتهمه. خامس حاجة احنا بنقع فيها كتير، بلاش نقارنه بغيره، لان المقارنة بتزود من شعوره بالغيرة وبتركز على نقاط الضعف اللي جواه وبتزودها. فالبعد عن المقارنة بتكون من الطرق الفعالة جدا اللي بتزيد ثقته بنفسه، ان احنا نبعد عن المقارنة. نقارنه بنفسه، يعني نقول له مثلا انت الشهر اللي فات كنت احسن من الشهر ده، مالك؟ ايه اللي حصل؟ مستواك قل ليه؟ طب انت متغير النهاردة ليه؟ دايما اقارنه بنفسه، بلاش اقارنه بغيره. خامس حاجة من الحاجات اللي بتساعدنا في ان احنا نقدر نتعامل مع المراهق في الفترة دي، ان احنا بلاش نضغط عليه. يعني هو اصلا كده كده مضغوط بسبب التغيرات اللي بتحصل ليه، فدايما نحاول ان احنا نخفف من الامر، ان احنا نهون عليه الموضوع. يعني البنت بدأت تكبر، تكوينها الجسماني بدأ يتغير، ففكرة ان انا اقعد اضغط عليها، هي اصلا مستغربة نفسها. الولد مستغرب، صوته بدأ يتخن، شعر دقنه بدأ يطول، فهو متغير في عين نفسه. فما ينفعش افضل اقول له انت واطي صوتك، انت صوتك بقى عامل كده ليه، او اقول للبنت انت لا ايه ده، ما ينفعش كده، عيب عيب. فاحنا كده بنضغط على المراهق. فعايزين ان احنا نخفف عنهم الضغوط، نحاول نساعدهم على التعامل مع التغيرات دي بدون ضغط. سابع حاجة من الحاجات المهمة جدا، بلاش نحسسه بالذنب في كل حاجة بيعملها غلط، لان هو بيغلط زيه زي اي حد. فدايما نحاول نفهم وجهة نظره ونقول له احنا مقدرين، احنا فاهمين، ده عادي، ممكن ان احنا نحسن ده، ممكن نعدل ده، ممكن نعالج الغلط ده بالطريقة دي. دايما افتح له ابواب الحلول، لكن مش دايما اقول له انت غلطت يا خبر ما ينفعش كده. فبلاش نحسسه بالذنب في كل تصرفاته اللي ممكن يكون بيقع فيها بدون قصد. تامن حاجة من الحاجات التعبانة احنا كأولياء امور، الاباء والامهات، التكنولوجيا. ابني المراهق قاعد طول النهار ماسك الموبايل، بنتي قاعدة طول النهار ماسكة الموبايل، فاحنا طول النهار في صراعات وفي خناقات. شوف مذاكرتك، سيب النت شوية. هو ان التكنولوجيا عموما بقت جزء مهم جدا من حياتنا كلنا، وبالتالي من حياة المراهق. فحاول ان انت تتعامل معاها بطريقة صحيحة، والتوجيه يكون بطريقة صحيحة. تاسع حاجة، بلاش تقارن المراهق بنفسك في مراهقتك. يعني مش كل شوية تقول له انا وانا في سنك ما عملتش ده، وانا في سنك ما كنتش كده. كل جيل له ظروفه الخاصة، فبلاش تضغط عليه بمقارنته دايما بنفسك وانت في مرحلة المراهقة. 10 حاجة، ان احنا لو وصلنا لباب مقفول مع ابني او بنتي في مرحلة المراهقة، حاسة ان انا مش عارفة اتعامل معاه، الموضوع بقى صعب جدا، مش قابل مني كلام، مش عارفين نتفاهم، نلجأ لمتخصصين، اطلب المساعدة. ده مش عيب ان انا اسأل متخصص ازاي اقدر اتعامل مع ابني. بشكل عام عايزين نكون كآباء وأمهات عندنا مراهق أو مراهقة في البيت، نكون صبورين متفاهمين، نقبل التغيرات اللي في ابننا، نكون قدوة ليه ونكون قريبين منه. مراهقة الأولاد فترة صعبة، لكن لو اتعاملت معاها بطريقة صحيحة هتعدي بسلام. في نهاية حلقتنا النهاردة أتمنى أكون قدمت لحضراتكم معلومة مفيدة. منتظرة دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.